اقول لك على 10 حاجات تعمليها عشان تنمي طفلك الرضيع كويس. اول حاجه، اول ما بقوم من النوم بحاول ان انا اول حاجه اعملها ان انا ارقي. لو حد مش عارف ازاي برقي للطفل، عشان انا سرشت في الموضوع ده كتير، بتعملي ايدك كده وبتقولي المعوذتين 3 مرات، وبعدين بتعمليها على جسم ابنك كله، بتقولي يا رب احفظه يا رب من كل سوء. ما تنسوش تعملوا الموضوع ده عشان تحموا ابنكم من العين وتحموا ابنكم من كل حاجه وحشه، ويا رب كل اولادكم يبقوا دايما بخير. تاني حاجة، لو قدرتي ان انت تقري قرآن قدامه حتى لو صفحة قرآن بس. اول حاجة القرآن الكريم طبعا يعني بيشرح الصدر جدا، وهتخليه مرتاح البال، بيضحك وبيلعب معاكي كويس قوي وهتلاقيه مبسوط، بس يعني تبقي مغيره له عشان يقعد مرتاح حتى. والقرآن اجمل حاجة في الدنيا، كمان علشان اللغة العربية لما يسمع كتير بعد كده مخارج حروفه هتبقى كويسة، وده هينمي اللغة عنده جدا. تالت حاجة بحاول اعملها عشان سالم يبقى سالم، ان انا احاول اخليه شخص اجتماعي، ان انا بخليه يقابل الناس، بخليه يقابل اهلي واهل جوزي. لازم يحس ان في ناس حواليه، مش طول الوقت انا وهو بس او انا وهو باباه بس، لا لازم يشوف ناس ولازم يتعود على الناس وما يحسش ان الموضوع مخيف. شيء كويس جدا ان طفلك سوشيالايز كده مع المجتمع، فده هيخليه سوي نفسيا، وان هو يطلع اجتماعي ما بيخافش من الناس، ما بيخافش يقول رايه. كبرت الموضوع قوي صح يعني بس ده شيء كويس ان هو يبقى طفل اجتماعي. رابع حاجة بعملها ان انا بحاول ان انا اخرج بابني على قد ما اقدر، اوريه مكان فيه خضرة، يسمع صوت العصافير، يطلع طفل كده مستقر وهادي نفسيا. حاولي تخرجي بيه، حتى انت نفسك ما يعني جو البيت ساعات بيخنق، ساعات خلاص بتحسي ان انت خلاص بجد مش قادره، فانت نفسك تحسي ان انت مرتاحه البال. فحاولي تخرجي بيه على قد ما تقدري. الاطفال بيحبوا ان هم يخرجوا، الاطفال بيحبوا ان هم يشوفوا حاجه جديده. على ال4 شهور تحسي ان هو بدا يبص ويشوف ايه ده وايه ده وايه ده، فحاولي توري له كل ما هو اخضر علشان نفسيته تبقى نفسيه جميله سويه، يبقى طفل هادي كده، مش زي مش زي انا. خامس حاجة، ودي أنا بحاول أعملها على قد ما أقدر، إن أنت حاولي إن أنت ما تزعقيش أو ما تحسوش إن أنت مضغوطة على قد ما تقدري. طبطبي عليه حتى لو أنت جايبة آخرك. ساعات الواحد يقول كده علشان ما يطلعش طفل عصبي، وعلشان ده يعني ما يأثرش عليه سلبيا. سادس حاجة تعمليها مع ابنك، هاتيله ألعاب. انا عارفه ان يمكن تفكري ان هو سنه صغير وان هو ايه ده عنده 3 4 شهور بس، ده 5 شهور بس. لا يا جماعه، الطفل ذكي جدا جدا جدا. فايده ان انت تجيبي له العاب علشان الوقت اللي انت مش تبقي جنبه فيه، وهو حتى لو هو مش بيعيط بس يبقى قاعد بيعمل حاجه. يعني انا مثلا جبت له اللعبه دي، هعمل ريفيو عنها، هي بجد حلوه قوي. عباره عن ان هو بيشوطها برجله، يشوط البيانو ده برجله فبيعمل صوت، فبيحس ان هو بيعمل تغيير في هذا الكون. فهاتيله العاب، هاتيله حاجات تلفت نظره، هاتيله الوان، مش الوان يلون بيها يعني، حاجات ملونه كده. فده هيفرق جدا وهيطور من مهاراته. ويا جماعه الطفل ذكي اكتر مما تتخيلوا واكتر مما تتوقعوا. الطفل ذكي جدا، اذكى منك. سابع حاجه بمناسبه الذكاء، اتكلمي معاه كتير. يعني اتكلمي معاه بلغه عاديه جدا علشان الطفل يحلل كل الكلام ده. انا شفت برنامج تيدكس Languages for Babies، عملوا تجارب على البيبيهات وكده، ان في بيبي بيسمع بس اوديو وبيشوف شاشات تقريبا، وفي بيبيهات تانية عملوا ان هم الام او ايا كان الشخص يكلمهم كل يوم لمدة ساعة باللغة الصينية. وجس بعد شويه شافوا ان الاطفال اللي كانت بتشوف شاشات وبتسمع اوديوهات ما استفادتش اي حاجه. عملوا دراسات على الاطفال ان هم الام قعدت معاهم كل يوم ساعه باللغه الصينيه، ان هم في حته في دماغهم نورت وان هم استفادوا جدا باللغه. ما تستهونوش يا جماعه باللي انا بقوله ده، وما تستهونوش ان انتوا تكلموا اولادكم بلغه تانية او باللغه العربيه او بايا كان، بس ان انتوا تتكلموا معاهم ده هينمي حاجات كتير قوي جواهم، ده هينمي مهاره الكلام عندهم وهينور حته مخه. دايما حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، ان انتوا حاولوا تحبوا بعض انت وبابا. انا عارفه ان انت وبابا بتحبوا بعض جدا، بس حاولوا تبينوا الحب ده قدام الطفل علشان الطفل يطلع سوي، يطلع يحس ان في جو حب حواليه، جو طمأنينه، جو امان، جو هيلثي. يعني بالنسبه للطفل يتعلم ازاي يحب، يطلع طفل سوي ومحضون. حلوه كلمه محضون دي، عجبتني وانا بكتبها كده وحسيت لا حلوة محضون. ده الوصف اللي انا احب ان ابني يحسه لما يكبر. محتوين وكده في العيلة، اي حاجة تحصل بره لا هيرجع والدنيا هتبقى تمام ما دام احنا مع بعض.
تاسع حاجة وعاشر حاجة بديهيات جدا، ما تنسيش الفي دروب عشان ده مهم جدا، فيتامين د للطفل. وبنت خالتي قالت لي بنسى اديلها الفي دروب ورجلها وجعها، فارجوكي ارجوكي ارجوكي اول ما تصحي حطيه في المكان اللي انت بتغيري فيه، حطيه قدامك على طول، بحيث تديله الاول الاربع او الست نقط ايا كان، عشان ما تنسيش والولد يطلع او البنت تطلع كويسه. اخر نقطه ما تنسيش دواء المغص، عشان انا اهملت فيه جدا وقلت لا هو ما عندوش مغص. لا يا جماعه، الطفل اول شهور بتحصل دروكه في بطنه وبيحصل حاجات، فلازم ان انت تلتزمي ان انت تديله دواء المغص. ارجوكي ما تنسيش، ما تعمليش زيي. خلاص الكلام اللي انا عايزه اقوله، ما تركنيش ابنك على جنب، خليه جزء من يومك. بتقري قرآن خليه قدامك، يمكن يستفاد، يمكن ينبسط لما يشوفك، يتعلم منك حاجه جديده. هو بالنسبه له الكلام ده اصلا جديد يعني ابسط الحاجات اللي انت هتعلمها له، ابسط المهارات هو اصلا مش عارفها. فما تقوليش ان ايه ده هتكلم بس، لا ده مهم جدا ان انت تتكلمي بس، مهم جدا ان هو يشوفك طول الوقت. اقري قرآن قدامه، غني قدامه، تعملي الاكل كل شويه، اعملي الاكل وتعالي له والعبي معاه شويه، سيبيه بالالعاب بس ما تسيبوش طول الوقت، خليه جزء من يومك وشاركيه كل تفاصيل يومك وحياتك. هيحس ان هو ايه ده، انا في ناس مهتمه بيا جدا. على فكره الاطفال يعني بتحس وبتفهم، هما بس ما بيتكلموش، بس هو بيحس بكل حاجه. فشاركيه يومك، شاركيه تفاصيل كتير قوي عشان يطلع يحبك، ولما يكبر يشاركك في يومه وبحياته. وشكرا جدا. وكانت معكم ألفة تيتي، انا بتكلم عن تجربتي الخاصه اللي هي تجربه بسيطه جدا، بس بعمل حاجه بجد من قلبي، واتمنى ان انت تعملي لابنك او بنتك كل الحاجات دي من قلبك فعلا، وما تنسيش حاجات منهم. ولو عندكم اي نصايح ليا يا ريت تقولوها لي، هبقى سعيده جدا لو ضفتوا لي حاجه، اتمنى اكون ضفت لكم انا كمان حاجه. وشكرا جدا، وباي باي قبل ما يصحى، عشان انا مترقبه جدا ان هو يصحى، فخليني اقفل بكرامتي احسن. كانت معكم ألفة تيتي.